انت ممكن يكون عندك مشروع بزنس كامل بين ايديك وانت مو شايفه، لانك متخيل انه البزنس بده فريق وراس مال ومكتب وموظفين وشغلات كتيرة قبل ما تقدر تبدأ اصلا، مع انه ممكن تكون عندك من هلا اهم مكونات مشروع ناجح وانت مو دريان. خليني اشرح لك اياها. بهذا الفيديو بدي اشرح 4 افكار. اولا، شو هو بزنس الشخص الواحد فعليا؟ اثنين، ليش هالنموذج صار ممكن وفعال وحقيقي اليوم؟ ثالثا، كيف بتخلي شغلك يضل يجيب لك نتائج حتى بعد ما تخلصه؟ ورابعا، ليش النتائج الكبيرة بتجي من التراكم مو من نجاح مفاجئ؟ بنهاية الفيديو رح تفهم كيف تتحول معرفتك إلى مشروع، كيف توصل للناس، تبني ثقة وتقدم منتج وتحقق دخل. يمكن أول سؤال خطر ببالك هو شو يعني أصلا بزنس الشخص الواحد؟ وكيف ممكن شخص واحد يبني مشروع كامل أو بزنس لحاله؟ بأبسط شكل رح اشرح لك إياها. هالنموذج قائم على 3 خطوات أساسية. الخطوة الأولى، تختار مهارة عندك أو خبرة أنت جمعتها أو موضوع عندك له معرفة حقيقية، يعني معرفة حقيقية وعميقة بموضوع معين. ممكن تكون شاطر مثلا خيو بالتصميم، بالتسويق، بالرياضة، بالتنظيم، بالتدريس، بتبييض الطناجر، أي شيء ما بهم. هذا أبدا ما بهم. اختار أي شيء أنت ناجح فيه، أو حتى تكون عشت مشكلة معينة وقدرت تحلها، مثل ما حكيت أنا بالفيديوهات التانية. مثلا إنه كان عندي مشكلة تبطيل دخان، كان عندي مشكلة سمنة، كان عندي مشكلة وجع بشيء معين، كان عندي أي مشكلة أنت قدرت تحلها، هي مشروع بزنس. الخطوة الثانية، بتبلش تشارك معرفتك وتعلم الناس الأشياء اللي بتعرفها. يعني ببساطة وتبلش تحكي عن معرفتك للعلن، مو تعلمهم يعني تجيب الناس وتعمل لهم دروس. بتجرب بتصير بس تشارك معرفتك على العلن. بعدين تشرح المشاكل، الأخطاء، الخطوات، التجارب اللي ممكن تساعد غيرك من خلال مشاركتك تجربتك للعلن. هيك معرفتك ما بتضل محصورة عندك، بتصير توصل لعدد أكبر من الناس، ببلش يتكون حول جمهور مهتم بهالموضوع أو المشكلة أو الخبرة. الخطوة الثالثة، بتحول هالمعرفة إلى منتج، بسموها monetization، يعني تعمل برودكت من المنتج تبعك، بتقدمه للجمهور اللي صار يعرفك أصلا ويوثق فيك من خلال القيمة اللي أنت قدمتها وقت اللي حكيت عن مشكلتك أو معرفتك أو خبرتك على العلن. المنتج ممكن ياخد أشكال كتيرة، هذا موضوع بيستحق فيديو بحد ذاته لحاله وبعدين نعمله. يعني النموذج كله على بعضه باختصار انه انت عندك معرفة بتشاركها مع الناس، بعدين بتحولها لمنتج وبتبيعه. هيك بكل بساطة، وكل الانترنت شغال هيك، كل الانترنت شغال هيك، حتى البزنس الضخم والبزنس الصغير كل ما هو اونلاين تقريبا شغال بهذا الشكل. هذا هو بزنس الشخص الواحد بأبسط صورة. معرفتك هي نقطة البداية، معرفتك أو خبرتك، نشرها للعلن هي وسيلة الوصول للناس، والمنتج هو مصدر الدخل. طيب هلأ بتسألني ليش مشروع الشخص الواحد أو هذا النموذج شغال أصلا؟ ليش بيشتغل؟ الانترنت يا صديقي خفض تكلفة بناء البزنس بشكل كتير كبير. يعني من زمان لحتى تقدر توصل للناس كان هالشي بيحتاج يعني شي 1000 شغلة. كان بده مكتب أو محل، كان بده فريق مبيعات، كان بده إعلانات مكلفة، كان بده رأس مال كبير، يعني في 1000 تفصيل وتفصيل إلى آخره. اليوم بيقدر الواحد باستخدام أدوات رقمية إنجاز أجزاء كبيرة من هاي المنظومة وبكل بساطة ولحاله. يعني ببساطة لجاوب على سؤال ليش هالنموذج اللي هو بزنس الشخص الواحد صار ممكن وفعال اليوم. واحد خيو، تكاليف البداية منخفضة، فيك تبلش بجهاز كمبيوتر أو تليفون، معرفة محددة بمجال معين ومنصة تنشر عليها معرفتك. 2، الوصول صار مباشر، يعني انت قادر انك توصل للعميل بدون وسطاء كتيرين او حتى مباشرة. 3، سرعة الاختبار، يعني هون انت بتنشر فكرة، بتلاحظ في تفاعل، بتحكي مع الناس، بتطور المنتج بناء على مشكلة حقيقية لمستها عند الناس. يعني انت دغري عم تعمل تيست، دغري عم تفهم شو بدها الناس، دغري عم تعدل، ودغري عم تطور عم تضيف تعديلك على الشيء اللي عم تقدمه. 4، العلاقة والثقة، الناس بيتابعوا الشخص، بيفهموا طريقته، بيعرفوا أفكاره قبل ما يشتروا منه أصلا. الانترنت أتاح هذا الشيء. 5، الأدوات بتضاعف قدرة الفرد، يعني اليوم أي حدا فينا بكل بساطة صار بيقدر يستخدم منصات سوشيال ميديا للوصول، إيميلات للتواصل مع الجمهور، الذكاء الاصطناعي ال AI لتسريع عملية الشغل، أنظمة الدفع الإلكتروني للبيع،
ادوات الاتمته لتنظيم العمليات كلياتها هي اللي حكينا عنها. كل هدول الادوات صارت متوفره بسهوله بكل بساطه وببلاش يا سيدي، اذا مو ببلاش فبتكلفه قليله جدا مقارنه ببناء بزنس تقليدي من الطراز القديم. هون في نقطه مهمه لازم احكي عنها. مشروع الشخص الواحد هذا لا يعني انك انت لازم تعمل كل شيء لحالك للابد، اكيد وطبعا فيك تستعين بمصمم، محرر، محاسب او اي حدا تاني وقت الحاجة. الفكرة انه البزنس ما بيحتاج من اول يوم هيكل ضخم، رواتب ثابتة وفريق كامل حتى يقدر يشتغل. كيف نشر معرفتك بيخلق ليفرج؟ هلا اول شيء شو يعني اصلا ليفرج؟ ببساطة يعني انه نتيجة شغلك ما تضل مرتبطة بشكل كامل بعدد الساعات اللي انت بتشتغلها. يعني بالوظيفة او بالخدمات غالبا بتشتغل ساعة وبتاخذ مقابل هالساعة، وبمجرد ما توقف شغل الدخل كمان بيوقف. اما لما تنشر معرفتك وتبني منتجات مرتبطة بخبرتك بتصير عم تعمل اشياء مرة واحدة لكنها بتقدر توصل لعدد كبير من الناس وتضل تشتغل لفترة طويلة. مثلا تعمل فيديو بتصوره اليوم ممكن حدا يشوفه بعد شهر او بعد سنة. كتاب تكتبه مرة واحدة ممكن يشتريه ويستفيد منه مئات الاشخاص. كورس مثلا بتسجله مرة تعمله، اكيد هو بده شغل كتير، بتسجله ممكن تبيعه لأكثر من شخص بدون ما تعيد تقديمه من الصفر كل مرة. هذا هو الليفرج، يعني انت عم تخلي نفس الجهد يعطيك نتائج أكثر من مرة. طيب كيف بتنشر معرفتك أصلا؟ هون بيجي دور المحتوى. المحتوى يا صديقي ممكن يكون فيديو، مقال، ايميل، بودكاست او حتى منشور قصير، بوست على الفيسبوك وما شابه. بكل بساطة قطعة المحتوى الوحدة ممكن تعمل عدة شغلات بنفس الوقت. ممكن تلفت انتباه شخص جديد، ممكن تشرح مشكلة عنده، ممكن تعلمه شيء مفيد، ممكن تعرفه على طريقة تفكيرك وخبرتك بتزيد ثقته فيك، تبني ثقة بينك وبينه لهذا الشخص. يعني مثلا بتوجهه لكتاب، بتوجهه لنيوزلتر انت عاملها، ايميلات، بتوجهه لخدمة، بتوجهه لمنتج عندك. يعني المحتوى هون ما نو الهدف النهائي ابدا، ما نو الهدف، هو مجرد وسيلة الوصول والتوزيع. يعني اللي بيحمل معرفتك وأفكارك ومنتجاتك للناس، هذا هو المحتوى. ما توقعوا بهذه الغلطة. طيب شو العلاقة بين المحتوى والدخل؟ خلينا نفكر فيها بهذا الشكل. المحتوى بيجذب الانتباه، القيمة المجانية اللي قدمتها أنت بالمحتوى بتبني ثقة عند الناس أو الناس اللي قرأت أو شافت أو سمعت المحتوى تبعك. الثقة بتبني جمهور، الثقة اللي أخذوها الناس اللي شافوك بصيروا جمهور، بصيروا بيعرفوك، بيحبوك، بيوثقوا فيك. هذا صار اسمه جمهور. العرض بيحول الشخص المهتم من هدول الجمهور إلى شخص بيشتري. وهون لازم نحكي عن فكرة الدخل السلبي أو الباسيف إنكم. خيو ببساطة الإنترنت صار مطروش بالدخل السلبي، بس في تعفيس وفي أخطاء كتير. خليني أوضح لك الفكرة بدون مبالغة وبدون أخطاء. الدخل السلبي أبدا ما بيعني إنك أنت بتخترع منتج وبتختفي وهالمنتج يا معلم بدر عليك أموال بشكل مستمر. لا، مو هيك أبدا. الدخل السلبي يعني إنك أنت تبني أصل بيحتاج جهد مسبق، بتحط جهدك بأصل معين تبنيه، وبعدها ممكن هالأصل يحقق عائد أكثر من مرة. يعني ممكن هذا الأصل يكون مثلا كورس، كتاب رقمي، قالب، ورشة يا أخي مسجلة أنت مسجلها ورافعها أونلاين، مكتبة موارد معينة، اشتراكات، أو حتى فيديو قديم لساته عم بيجيب لك مثلا مشاهدين وعملاء. طبعا هاي الأصول اللي أنت عم تبنيها بدها تحديث وتسويق ودعم وتحسين بشكل مستمر مع الوقت. بس ميزتها الأساسية إن أنت ما عم تبدأ فيها من الصفر مع كل عملية بيع. وهون لازم تنتبه لشغلة مهمة. المحتوى لحاله ما بيعمل بزنس، لازم يكون في منظومة واضحة خلف هذا المحتوى. يعني جمهور محدد، بده يكون عندك جمهور محدد تعرف مع مين عم تحكي، مشكلة واضحة، نتيجة الناس بدها توصل إلها، وعرض لمنتج أو خدمة مستعد الناس تدفع مقابله مصاري. المحتوى بيوصل الناس للمشروع، والعرض هو اللي بيحول هذا الوصول إلى دخل ومصاري. طيب ليش النتائج الكبيرة بتجي من التراكم؟ يا سيدي كتير ناس بتتعامل مع المحتوى وبتحكم عليه بطريقة سريعة كتير. يعني مثلا بينشروا فيديو أو بوست وبيرجعوا يعني فورا بيطلعوا على الأرقام إنه شو صار، حدا شاف، حدا ما شاف، كم مشاهدة جاب، كم متابع جديد إجا، هل انتشر فايرال أو لا.
إذا النتيجة ما كانت كبيرة أو من أول مرة ما حسوا إنه في شيء يعني في تفاعل مع المحتوى، بيحسوا إنه المحتوى ما عم يشتغل. المشكلة هون إنه كل شيء بينشروه عم يتم تقييمه لحاله، وكأنه لازم ينجح مباشرة حتى يكون له قيمة. بس بالأمانة يعني بالحقيقة بالواقع المحتوى عادة بيشتغل بطريقة أبطأ وأقوى مع الوقت. كل فيديو أو مقال أو إيميل أو منشور أنت بتنشره بيصير عبارة عن نقطة جديدة ممكن الناس تكتشفك من خلالها. يعني بالبداية ممكن يكون عندك 5 فيديوهات فقط، بعدها بيصيروا 20، بعدها بيصيروا 50، مع الوقت بيصير عندك مكتبة كاملة من الأفكار والمحتوى حول موضوع أو اهتمام أو فكرة أو مشكلة أو شو بسموها هاي الاكسبيرينس اللي عندك انت. كل قطعة بهاي المكتبة ممكن تجيب نتيجة صغيرة، فيديو بيجيب مشاهدات، مقال بيظهر بالبحث، ايميل بيرجع شخص مهتم بياخده على موقعك مثلا، منشور معين بيعرف حدا جديد عليك. ممكن بعض هاي النتائج ما تظهر مباشرة، تاخذ أسابيع أو حتى أحيانا أشهر إذا ما بدي أقول سنوات. هذا هو تأثير الشيء اللي بسموه لونج تيل، هيك بسموه. المهم النتيجة الكبيرة ما بتكون جاي دائما من قطعة واحدة قوية جدا، أحيانا بتكون جاي من مجموع عشرات القطع الصغيرة اللي عم تشتغل كلياتها مع بعض. مثلا ممكن تنشر فيديو اليوم ويجيب 100 مشاهدة فقط، بعد 6 شهور حدا يكتشف فيديو جديد إلك يدخل على قناتك وبعدين يشوف 5 6 7 8 فيديوهات قديمة. هون كل الفيديوهات اللي عملتها من قبل رجعت تشتغل بهالطريقة. طيب وممكن شخص بعد سنة يبحث مثلا عن مشكلة محددة، يلاقي فيديو انت ناشره اليوم ومنه يدخل على كتابك وعلى بعدين يسجل عندك بنشرة بريدية مثلا نيوزلتر معينة او المنتج تبعك. يعني القطعة اللي نتيجتها كانت ضعيفة اول ما نزلت ممكن يكون لها قيمة اكبر بعدين. لهيك الاستمرارية كتير مهمة. انت ما فيك تتحكم بشكل كامل اذا فيديو رح يصير فايرال او لا، ما حدا ابدا فيه يتنبأ بهاي الشغلة، بس فيك تتحكم باشياء تانية اهم من هالشغلة، مثل مثلا انك تختار مشاكل واضحة تحكي عنها، انك تنشر محتوى مفيد، انك تحسن العناوين والصور والثمبنيلز وما الى ذلك، انك تربط المحتوى بالمنتج تبعك، انك مثلا تراقب النتائج وتتعلم منها بشكل مستمر وتستمر لفترة كافية حتى يصير عندك تراكم حقيقي. وهون الاستمرارية ما معناها انك تنشر كل يوم بأي جودة كيف ما كان يكون، لا، المعنى انك تضل تبني مكتبتك بشكل منتظم وما تحكم على المشروع من اول فيديو او اول شهر، لانك فعليا ما عم تراهن على فيديو واحد، انت عم تبني شبكة كاملة من المحتوى، وكل قطعة فيها لهي الشبكة بتزيد احتمال انه الشخص المناسب يكشفك ويوثق فيك وبعدين يشتري منك. حلو. طيب هلا كيف تبدأ عمليا؟ هلا بعد ما فهمنا كيف بيشتغل هذا النموذج اللي هو البزنس الشخص الواحد، بيضل السؤال الأهم، من وين بدي بلش؟ كيف بدي بلش؟ خلينا نبسطها ب5 خطوات. الخطوة الأولى، حدد شو عندك، اقعد مع حالك واسأل حالك شو المهارات اللي بعرفها واللي بمتلكها بقدر استخدمها، شو المشاكل اللي قدرت حلها بحياتي أو بشغلي، شو النتائج اللي وصلت لها وممكن غيري يكون حابب يوصلها ومتمنى يوصلها، شو الأشياء اللي الناس عادة تسألني عنها. ما لازم يكون عندك اختراع جديد أبدا، هذا ما مطلوب. ممكن تكون عندك خبرة عادية بالنسبة إلك لكنها مفيدة جدا لشخص لساته ببداية الطريق. الخطوة الثانية، اختيار مشكلة واضحة. يعني بعد ما تحدد شو بتعرف، تختار مشكلة واحدة تقدر تساعد الناس فيها. كل ما كانت هاي المشكلة أوضح صار أسهل عليك إنك تعرف مع مين عم تحكي، عن شو لازم تحكي، شو المنتج اللي ممكن تقدمه بعدين. او مثلا بدل ما تقول انه مثلا انا بحكي عن المال عموما، لا، ممكن تقول انا بساعد الموظفين ينظموا مصاريفهم ويبنوا صندوق طوارئ مثلا من خلال دخلهم او من الراتب تبعهم الحالي. او مثلا بدل ما تقول انه انا بحكي عن الرياضة ككل، لا، انا بساعد الناس المشغولين يتدربوا من البيت الى اخره. يعني فهمت علي؟ بتحدد المشكلة قدر ما يمكن. الخطوة الثالثة، بتقرب من الناس اللي عندها هاي المشكلة. شو يعني؟ يعني قبل ما تعمل منتج كامل وتتعب عليه وتضيع وقتك فيه، بتحاول تفهم الأشخاص اللي بدك تساعدهم، تحكي معهم، اسألهم عن مشاكلهم، شوف شو عم يجربوا، شوف شو العقبات اللي عم توقف بطريقهم. ممكن تبدأ باستشارة أو خدمة بسيطة بالبداية، جلسة جلستين إلى آخره، أو حتى محادثات مجانية بالبداية. هذا الشيء بيعطيك
فهم حقيقي للسوق، ويخليك تعرف شو الناس فعلا مستعدة تدفع مقابله. الخطوة الرابعة، تنشر معرفتك حول هاي المشكلة اللي انت اخترتها. يعني بعدها بتبلش تعمل محتوى بيساعد نفس الاشخاص، تحكي عن الاخطاء اللي عم يعملوها، عن الخطوات اللي لازم يمشوا فيها برأيك انت، التجارب اللي انت مرقت فيها، الافكار اللي ساعدتك، الامثلة الواقعية، بتجيب امثلة واقعية، الاسئلة اللي عم تتكرر بتجاوب عليها. مع الوقت الناس بتبلش تعرفك خلال نفس الموضوع، يعني انه تربط الناس، بتصير تربطك بهذا الموضوع، وبتفهم القيمة اللي انت عم تقدمها. الخطوة الخامسة، حول الحل الى منتج. يعني بعد فترة راح تلاحظ انك نفس المشكلة عم تتكرر، ونفس الحلول عم تتكرر، نفس الاسئلة عم تنسأل، ونفس الشرح عم تعيده اكثر من مرة. هون انت بتصير بتقدر تجمع الحل بطريقة مرتبة وتحوله لمنتج جاهز للشراء. يعني ممكن يكون هذا المنتج كورس، كتاب، تمبلت، قالب معين، ممكن يكون نظام جاهز، نظام ريجيم، ما بعرف، ممكن يكون ورشة مسجلة، ممكن يكون مكتبة موارد، ممكن يكون اشتراك عضوية بشيء معين. يعني بدل ما تعيد نفس الشرح لكل شخص من البداية، بتحول هذا الشيء إلى شيء منظم بيقدر يستخدمه أكثر من شخص، وبتصير العملية ببساطة. تعرف شو عندك، تختار مشكلة واضحة، تفهم الناس اللي عندها هالمشكلة، تنشر معرفتك حولها، وبعدين بتحول الحل إلى منتج قابل للبيع. خلاصة القول يا صديقي، مشروع الشخص الواحد هو منظومة تبدأ من معرفة، مهارة أو خبرة موجودة عندك، تنشر هالمعرفة بطريقة مفيدة، وبتوصل من خلالها لناس عندها مشكلة محددة. مع الوقت هالناس بتتعرف عليك، تفهم طريقة تفكيرك، وبتبني ثقة معك، وبعدين بتقدر تحول معرفتك إلى خدمة أو منتج يساعدهم يوصلوا للنتيجة واضحة. طبعا الأدوات الرقمية هون بتساعدك توصل لعدد أكبر من الناس، والمحتوى والمنتجات بيخلوا نفس الجهد يضل يعطيك نتائج أكثر من مرة. ومع الاستمرار كل فيديو أو مقال أو إيميل أو منتج بتعمله بيتحول إلى أصل صغير داخل مشروعك، وبيضيف على كل شيء بنيته من قبل. ما في ضرورة تبدأ بشركة كبيرة، ابدأ بشيء بتعرفه، مشكلة انت بتفهمها، ونتيجة بتقدر تساعد الناس يوصلوا لها، وبعدين بلش حول معرفتك إلى قيمة ممكن توصل للناس ويقدروا يشتروا منها. المهم، إذا حسيت إنه هالنموذج مناسب إلك وحابب تبدأ تبني مشروع خطوة بخطوة، أنا حضرت كورس كامل عن مشروع الشخص الواحد. بهذا الكورس بنبلش من اختيار الفكرة وفهم المشكلة والجمهور، ومنوصل لصناعة المنتج وتقديمه وبيعه. فيك تاخد نظرة عليه من الرابط الموجود بالوصف. وإذا لسه بدك تتعرف أكتر على الفكرة قبل ما تبدأ، فيك تحمل كتابي المجاني كمان من الرابط بالوصف. سلامات.